بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده. قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله قال أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير بن التبع ابن فضيل قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير ابن يحيى ابن عيسى ابن ملامس رضي الله عنه عن أبيه خير بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. هذه طريقة أهل العلم في قضية رواية الكتب عن المؤلفين، فيكون هناك سند، وهذا السند معتبر ودلالة على أن هذا الكتاب بهذا السند نسبته للآجري رحمه الله. فغالب كتب السلف تسلك هذا المسلك، خاصة إذا كان برواية المؤلف نفسه، مثل ما فعل البخاري لما صنف كتابه ثم انتشر برواية الفريابي. نفس الطريقة هذا الكتاب الذي ألفه محمد بن حسين الآجري رحمه الله نقل بالسند، ولولا الإسناد كما قال عبد الله بن مبارك لقال من شاء ما شاء. أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، إنه سميع قريب. قال الآجري حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأثر الثاني: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله،
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه، تعريف الفقيه كما ذكره وهب بن منبه: العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. طبعا يعلق الشيخ ربيع: إسناده ضعيف اللي ذكره في تعريف الفقيه عن وهب بن منبه، لأن فيه سقطا بين الآجري وبين محمد بن بكير، فهو قطعا ليس شيخ للآجري، لأنه مما روى عن الداوردي وهشيم وطبقتهما، ويظهر أنه من طبقة شيوخ البخاري. وذكر صاحب الكمال أن البخاري روى عنه، لكن المزي أنكر ذلك. انظر تهذيب التهذيب. وقال الحافظ بن حجر فيه: صدوق يخطئ، اللي هو محمد بن بكير. والأثر أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى وفي إبطال الحيل من طريقين: عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن محمد بن بكر عن جعفر بن سليمان الضبعي به، يعني بهذا الطريق. قال محمد بن الحسين: جعلنا الله وإياكم. طبعا محمد بن الحسين هو الآجري، أحيانا ما يذكر، وهذه طريقة أهل العلم، ما يذكر إلا اسمه، مثل ما ابن حزم يقول: وقال أبو علي، فيقصد بنفسه هو أنه قوله، أو من يروي عنه بأن يقول وقال ابن علي. فإما الراوي هو الذي يقول ينقل عنه قال محمد بن حسين، أو هو نفسه محمد بن حسين الآجري يذكر قوله. وكلا الأمر سواء كان هو يعني بقوله على أنه كتبها وقال محمد بن حسين، أو ممن روى عنه بأنه هذا قوله، حتى يميز بينه وبين الآثار التي سبقت. قال محمد بن حسين: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. طبعا هذا الدعاء منه، نقول اللهم آمين، وأن يجعلنا كذلك مثل ما دعا الآجري رحمه الله، بأن يجعلنا نحن في هذه الغرفة ممن تحيا بهم السنن وممن تموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تعليق الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به وسدد خطاه: ابتدأ المصنف كتابه الشريعة بحمد الله، ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين، ثم دعا لنفسه وللمؤمنين بالتوفيق للتمسك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول الشيخ ربيع: ساقه من طريقين، مدارهما على معان ابن رفاعة السلامي وهو ضعيف اللي هو معان، ثم على شيخه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وإبراهيم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل مع جهالة إبراهيم. لكن الحديث، وهذا من يعني المنهج الحق اللي سلكه الشيخ ربيع وكذلك الشيخ الألباني وكذلك ممن تقدم من أئمة أهل الحديث، في أنهم يقوون الحديث بشواهده. لكن لهذا الحديث شواهد عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي أمامة وعلي بن أبي طالب. طبعا هنا يعلق الشيخ ربيع حفظه الله في الحكم على معان ابن رفاع السلامي. قال فيه الذهبي في الكاشف، وهذه من كتب الجرح والتعديل، مختصر يعني ما في إسهاب، لكن يذكر الحكم على الرجل. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال دحيم: ثقة.
طبعا من جرح فسر فيقدم على التعديل. وقال الحافظ بن حجر لين الحديث كثير الإرسال. هذا في كلام الذهبي على معان بن رفاعة. في كلام الذهبي فيما نقله الشيخ ربيع عن شيخ معان اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال الذهبي في الكاشف لا يدرى من ذا، بمعنى أنه مجهول العين. وقال الحافظ في التقريب اللي هو تقريب التهذيب للشيخ ابن حجر كتاب تهذيب التهذيب، وهو أوسع من تقريب التهذيب، وتقريب التهذيب مختصر من كتاب تهذيب التهذيب. وقال في الميزان اللي هو الذهبي، وقال في الميزان الذهبي في الجزء الأول صفحة 45: تابعي مقل ما علمته واهية، أرسل حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، رواه غير واحد من معان ابن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمده، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. وقد قلنا اللي هو الشيخ ربيع إن لهذا الحديث شواهد، وذكرنا من صححه. وذكر الشواهد اللي عن ابن عمر وأبي هريرة. طبعا الشواهد هذه مذكورة في مراجعها، وذكرها ابن عدي في مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال، وكذلك ذكر هذا الشاهد تمام الرازي في الفوائد، له كتاب اسمه الفوائد. هذا شاهد ابن عمر. أما شاهد أبي هريرة رواه البزار وضعفه، والطبراني في مسند الشاميين، والعقيلي في مقدمة الضعفاء، وابن عدي في مقدمة الكامل، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، أنه ذكروا هذا الأثر كشاهد من الشواهد. ولا يخفى عليكم أن الحديث إذا كان ضعفه يسير وتعدد الطرق أنه يتقوى ويصبح حديث حسن لغيره، وهذه درجة مقبولة عند أهل العلم لهذه الأحاديث. وأما أثر عبد الله بن مسعود والشاهد في هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ربيع، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وكذلك حديث معاذ بن جبل وأبي أمامة، وكذلك حديث معاذ بن جبل ذكر في شرف أصحاب الحديث، وكذلك حديث أبي أمامة رواه العقيلي في مقدمة الضعفاء، وابن عدي في مقدمة الكامل، وكذلك أثر علي بن أبي طالب. الشاهد من هذا كله يعني من باب كوننا ذكرنا مصادر والعزو إليها، يقول الشيخ ربيع ومع أن له هذه الطرق، مع أن هذه الطرق وردت لهذا الحديث، فقد ضعفه ابن عدي وغيره، لكن الإمام أحمد صحح هذا الحديث، والعلائي الإمام أحمد بن حنبل صحح هذا الحديث، وذكر التصحيح الخطيب البغدادي كما في شرف أصحاب الحديث. والعلائي والعلائي ورد تصحيح لهذا الحديث، وذكر رواه في بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس من طريق معان بن رفاعة عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. والظاهر هذا الآن أنا أقرأ بكتاب الشيخ ربيع الذريعة إلى بيان مقاصد الشريعة، ما حطيته الإعلان، شوف الله يهديكم، بس أسمع منك. نعم، ما تريدون أقرأ من الحاشية؟ يعني أقرأ بس شرح الشيخ. لأن تعليقات الشيخ مهمة خاصة في الحاشية، لأن الآن الحديث هذا يعني لو مثلا أتيت تحتج على شخص من أهل الأهواء والبدع بهذا الحديث يقول لك ضعيف،
ويقف على أثر واحد ويحكم عليه بضعفه، ما عنده توسع في هذا الأمر ولا عنده كثرة الطيرة. يعني مثل أعطيكم على سبيل المثال، البارحة واحد أرسل لي ملف إن واحد من المفتونين بالثورات وبتكفير ولاة الأمر احتج بقضية خطبة أبي بكر. كلكم يعرف خطبة أبي بكر. اللي يقول فإن أحسنت فأعينوني وليت عليكم ولست بخيركم. هذه دائما يعني يذكرها هؤلاء يعني مشعل الثورات والفتن. في شوف هذا أبو بكر الصديق يطلب من الصحابة أنه ينكروا عليه أن وجدوا من إيش منه اعوجاج. اللي هذا الأثر يقول وليت عليكم ولست بخيركم فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني. يعني من باب إيش يطلب منهم أن ينكروا عليه حتى لو علانية. هذا الأثر يعني المشكلة أنه يعني اللي يقرأه وأحيانا تجد يذكرون السند وهذا، لكن كل مداره على عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير لم يلتقي بأبي بكر. إذن هذا الحديث منقطع مرسل، ما في حجة. فالشاهد أنه بعض أهل البدع يأخذ ما يهواه من الأحاديث إذا وافقت منهجه. وقد أخبرتكم فيما مضى أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بخلاف أهل البدع يعتقدون ثم يتكلف الأدلة حتى توافق ما يعتقدون. لكن إن أحببتم حتى ما يعني نستطرد في الحاشية نذكر ما يتعلق فيها فيما يهم في مسائل هذا الكتاب. يقول الشيخ ربيع: والظاهر أنه لا يقل عن درجة الحسن لغيره. طبعا قولنا الحسن لغيره، ويمكن بعض الشباب ما يعرف المصطلحات هذه، أنه الحديث المقبول كما استقر أهل الاصطلاح عليه أنه صحيح وحسن اللي يحتج به. والحديث الصحيح على درجتين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحديث الحسن على درجتين: حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. الحديث الحسن لغيره هو يعني الضعيف ضعف يسير ينجبر ويتقوى بتضافر الطرق. فالشيخ ربيع حسن هذا الحديث لأن هذا الحديث له شواهد من عدة صحابة: ابن عمر، أبي هريرة، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي أمامة، وعلي بن أبي طالب، فضلا على أنه مسبوق بغيره من الأئمة مثل الإمام أحمد وكذلك العلائي. فهنا يظهر الترجيح عند الشيخ ربيع أنه يقول أنه لا يقل عن درجة حسن لغيره. ثم قال رحمه الله اللي هو الآجري: وجعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. وأقول هذا، شوف، مثل ما أنا قلت لكم سبقني بذلك الشيخ ربيع حفظه الله: وأقول وأدعو بمثل ما دعا به، وأسأل الله أن يستجيب دعاءنا إنه سميع قريب مجيب. اللهم آمين. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. قال محمد بن حسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم،
فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا، فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. هذا كلام الآجري. تعليق الشيخ ربيع: قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع، اللي هو الباب الذي افتتح به. ثم قال: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي. فيذكر نفس كلامه ويعلق عليه الشيخ، يقول: ذكر أن سبب هلاك اليهود والنصارى هو الاختلاف والتفرق، وأهم الأسباب الحسد والبغي، بل شدة هذا الحسد والبغي، وهذه الأسباب بعينها هي التي فرقت هذه الأمة إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. لا سيما هذا العصر المظلم، لا سيما في هذا العصر المظلم الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وأهله، وتكالب فيه أهل الكفر الواضحون والمنافقون المندسون، وأهل البدع الواضحون تكالبوا على أهل الحق وأهله، ولا سيما المبتدعون اللابسون لباس المنهج السلفي. وهذا اللي كنا ننبه الأخوة أن لا تغتروا بشخص يرفع عقيرته أنه على منهج السلف وفي الواقع يخالف منهج السلف جملة وتفصيلا. فهذا الذي ذكره الشيخ ربيع حفظه الله: الذين زادوا على أهل البدع الواضحة بكثرة التأصيلات المناهضة لأصول أهل السنة والجماعة، بل الهادمة لها، دفاعا عن البدع، بل وأهل البدع الكبرى. كل ذلك نابع عن الكبر والحسد والبغي وحب الدينار والدرهم، بل هم من السماعين للكذب الأكالين للسحت. فجرتهم هذه الأدواء يعني الأمراض، جمع داء أدواء، فيقصد بذلك الأمراض. فجرتهم هذه الأدواء المهلكة إلى أشد وأخطر منها، ألا وهو الدفاع عن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان، ثم انحدروا أكثر إلى أسوأ من هذا المنحدر، ألا وهو مدح هذه الضلالات وتأييدها والدفاع عنها والشهادة لها بأنها شارحة للإسلام وتمثل وسطية الإسلام، والشهادة لمؤيديها من أئمة الرفض والعلمانيين وغلاة الصوفية وغلاة الأحزاب الضالة بأنهم ثقات، ويصفون مذاهبهم الضالة بأنها بريئة من التطرف، في الوقت الذي يحارب فيه هؤلاء أهل السنة، في الوقت الذي يحارب فيه هؤلاء الذي ذكرهم الشيخ ربيع يحاربون أهل السنة ويعتبرونهم غلاة وخوارج، لأنهم يظهرون منهج السلف وعقيدة السلف فيتهموا بأنهم غلاة وخوارج، مثل الآن اللي قبل قليل يخربط في الكلام ويتهمنا نحن أن يعني سبب دمار البشرية، ويحاربون منهجهم الحق ويصفونه بأنه قائم على الغلو. وقد بين لهم أهل السنة اتفاق المسلمين على أن المساواة بين الإسلام والأديان الأخرى كفر، فضلا عن وحدة الأديان وحرية التدين وأخوة الأديان، فلم يهز ذلك وجدانهم ولا حرك ذلك مشاعرهم، بل هم في طغيانهم يعمهون وبضلالتهم الكبرى متمسكون، ويزعمون للناس أنهم هم المهتدون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتهى كلام الشيخ ربيع. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له، طبعا من باب أنه هذا الأمر متحتم الوقوع، أنه إذا ذكر فيما ذكره الآجري سيتساءل متسائل من هؤلاء حتى نحذرهم، فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله والله الموفق لنا إلى
سبيل الرشاد. قيل له سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره، مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فيما اختلفوا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى في سورة حاميم: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في سورة الشورى قال تعالى في سورة الشورى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طبعا استدلال الآجري بالآيات حتى يبين أنه حصل الاختلاف عند اليهود والنصارى بالأدلة كما وردت في كتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن الذي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا في الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ساق المؤلف في هذا الباب عددا من البراهين القرآنية التي تدين بني إسرائيل من اليهود والنصارى بالاختلاف والتفرق. حتى كلمة الشيخ ربيع يؤكد لك أن النصارى أصلا هم من بني إسرائيل، لأنه قال التي تدين بني إسرائيل من اليهود والنصارى، لأن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، فنسبوا أتباعه على أنهم نصارى. فالشيخ من يعني دقيق فهمه حفظه الله بيّن أن اليهود والنصارى من ملة واحدة اللي هم من بني إسرائيل. فيذكر من البراهين القرآنية التي تدين بني إسرائيل من اليهود والنصارى بالاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البينات والعلم والهدى، وأن سبب هذه الاختلافات إنما هو البغي والحسد. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أورد هاتين الآيتين حثا للمسلمين على الاعتصام بالكتاب والسنة، تحذيرا لهم من اتباع اليهود والنصارى في الاختلاف والتفرق. فهذا الاستدلال لمن عقل كما ذكره الآجري. والله عز وجل يعني من رحمته بهذه الأمة نبههم على ما حصل من الأمم السابقين في ضلالهم وانحرافهم بسبب البغي والحسد، حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه بني إسرائيل من اليهود والنصارى. قال الآجري رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ يعني الآجري يذكر أمر ويستدل عليه من كتاب الله، وهذا منهج السلف إن كنت مدعيا فالدليل أو ناقلا فصحة الدليل. قيل له: قال الله تعالى في سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول الشيخ ربيع حفظه الله نقلا عن ابن كثير: قال الحافظ ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين من سورة هود في الجزء الرابع: يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سبحانه، الله أكبر الله أكبر. وقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي هذا قول ابن كثير: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقال عكرمة: مختلفين في الهدى.
وقال الحسن البصري مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضا. والمشهور الصحيح الأول اللي ذكره في أن ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، يعني الاختلاف. وقوله إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمي خاتم رسل الأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. لأن هذا الحديث اللي ذكره الشيخ ربيع حفظه الله أنه طرقه على تفرقها ضعيفة، لكن بين أن هذا الحديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عفوا، هذا النقل من ابن كثير، ينقل الشيخ ربيع الكلام هذا مال ابن كثير، يعني في كلامه أن هذا الحديث المروي في المسانيد من طرق يشد بعضها بعضا. وقال عطاء ولا يزالون مختلفين، يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية، يعني الإسلام، المقصود بذلك الإسلام، الحنيفية السمحة. وقال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. أعيد كلمة قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. ففي إشارة في مسألة حديث الافتراق، أن بعض المعاصرين في هذا الوقت يضعف الحديث ولا يحتج به، يقول هذا الحديث ضعيف. وهذا الرجل يعني منهجه منحرف أشعري على تصوف فيه، أو هو حتى صوفي، اللي هو الددو. هذا يقول يعني الددو سوى له مقابلة في التلفزيون، فيذكر أن هذا حديث الافتراق ضعيف. فيعني حتى السويدان كلهم يسلك هذا المسلك. فالإلزام في هذا الحديث نقول ماشي، هب أن هذا الحديث ضعيف، هل الآن الأمة متفقة ولا مفترقة؟ إذا قال متفقة يكذبه الواقع، وإن قال مفترقة نقول إيش دليلك أنها مفترقة؟ راح يرجع إلى الحديث ويحتج به. عرفتم وجه الإلزام هنا؟ قال رحمه الله اللي هو الآجري: ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه، ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. قال الله تعالى في سورة الجاثية: حالة أيامك يا ابن عبد الوهاب. قال الله تعالى في سورة الجاثية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يريد المؤلف كلام الشيخ ربيع حفظه الله أن يبين أن الله بين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله به على بني إسرائيل من الكتاب والحكمة، وأنه رزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين وآتاهم بينات من الأمر، وأنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وأن الحامل لهم على هذا الاختلاف إنما هو البغي واتباع الهوى. أعاذنا الله من اتباع الهوى. ثم بين الله أنه جعل رسله على شريعة من الأمر، وهو ما أوحاه إليه من كتاب وسنة وما فيهما من الهدي والنور، وأمره باتباع هذه الشريعة الغراء الكاملة، ونهاه عن اتباع أهواء هؤلاء الضالين. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه ونهيه، وحذر أمته من الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. ساق المؤلف هذه الآيات لبيان هذه الأمور ليدرك المسلمون خطورة الاختلاف واتباع اليهود والنصارى في ذلك، وأن الواجب عليهم الاتباع والائتلاف والاجتماع. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم، وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن عباس، يعني بعد ما أورد المؤلف هذا الأثر يذكر قول ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله المؤمنين بالجماعة، أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء، يعني الجدال والخصومات في دين الله تعالى. يورد الشيخ ربيع حفظه الله ويقول: أورد المؤلف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآيات، أورده بإسناده إليه، ويكفينا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم الجماعة ويحذر الفرقة. فإن قال قائل: فاذكروا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة، ونستعين بالله العظيم على ذلك. وبعد أن أورد المصنف، هذا قول الشيخ ربيع، الآيات القرآنية في الحث على الاتباع والاجتماع وفي التحذير من التفرق والاختلاف، وعد بإيراد الأحاديث النبوية في هذا المجال، وأكد ذلك على السامع أن عليه أن يسمع ذلك ويتبعه، وأن عليه أن يلزم الجماعة ويحذر الفرقة. فجزاه الله خيرا على دعوته إلى الاجتماع وتحذيره من الفرقة والاختلاف، وعلى هذا الاجتهاد في إيراد الأدلة من الكتاب ومن السنة فيما سيأتي. ونقول نحن بدورنا: فجزاه الله خيرا الشيخ ربيع حفظه الله على دعوته إلى الاجتماع والتحذيره من الفرقة والاختلاف، على هذا الاجتهاد في إراده وشرحه للأدلة من الكتاب والسنة. وهذا فيما أوردناه فيما يتعلق في باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. ولو لاحظتم النفس السلفي
الذي سار عليه الإمام الآجري في طرحه، ما استدل لا برأيه ولا بفهمه ولا بقوله، إنما كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. والله كيفكم، بس ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياه من الفرقة طويلة شوية، يعني تقريبا 9 ورقات. 9 ورقات. لا بد من التخصيص للتوضيح في ماذا؟ في ماذا يا شبيب؟ في الباقي؟ نعم. يعني عشان ما بس في يعني تنبيه فيما قرأناه على مسامعكم، نفعكم الله به. أن هذه الطريقة التي سلكها المؤلف وأكد عليه الشيخ ربيع، هذه الطريقة التي يجب أن نسلكها نحن الآن في هذه الغرفة. لما؟ لأن هذه الطريقة هي التي سلكها سلف الأمة، فيجب أن نسير عليها حتى ننجو. لذلك هذا الكتاب يعطيك الخطوط العريضة والخطوط التفصيلية في منهج الفرقة الناجية. إن أردت أن تنجو وتكون من الطائفة الناجية المنصورة على طريق سلف الأمة، فعليك أن تسلك هذا المسلك الذي خطه الآجري ووضحه الشيخ ربيع حفظه الله. وإن شاء الله نكمل غدا بقية الباب فيما يتعلق بالأحاديث التي وردت عن رسول الله الأمر بالجماعة وترك الفرقة. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، فإن كان من خير وصواب فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسه من الشيطان.